السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا ومرشدنا وهدينا إلى صراط مستقيم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ويا الراقة ويا قمجوتي ويا حافظوتا والجن واللولا مع أهل الله وخاصته، مع خير الناس الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبولاك إنياقا ويا الآب ويا قمجوتي ورا ربي والجنجر، ورا أهل ربي والجنجر، ورا أدى، ورا ربيني، ورا أداتي جد أمتا أومكيس ربين أدى سنتاسس سنفيلج آلتو أمتا سنتاسس سني والجنجر ربيان الرب ويا قمتشوت. الحمد لله رب العالمين. إيقا وني ولدتي أرى كبمني في من مري أولانا إموتا إسلام ما نانو رميا كان درس درقمي قرآنا جيساتو عرامتي هرقس كنو. الحمد لله رب العالمين. جراك أنا أرجعني درقمي قرآنا أكا أورميا قوتوتي جيسو لافي وبيتو مري إتسينير يا ربي جني بوريمو أكا قوتما بيتيتي درقمي لافي مو دربيتو يا ربي بإذن الله عز وجل. كنا فوق ربيني جرا بريدا رب سنيا تايسو ويا بريدا رب سنيا تايسو إسنيجا معنا بودا باتنيتو جبادا كونفيدنسي دان شجاعة داني امتحان كيسو. أما ربي جل بإذن الله عز وجل دوتا من مري ولانا دي موت اسلام ما شيخ كينيا أبا كينيا أستاذ كينيا شيخ جمال موسى جلو افتتاح يقولو جتش سالو دبر سنغال جتش بريدا يكتب بالماء الظاهر إن شاء الله. وان بريدا الدنيا اللي رافية دمتولين السابع ورمي أبوتوني كبجالاني جرساني نسن دبرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أبنائي، أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يسرني أن أقدم إليكم كلمة وجيزة لا تضرني وتنفعكم. ففي البداية أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فإن مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروميا يفتح أبوابه واسعة لجميع المسلمين ويعمل لتحقيق الوحدة والأمن والسلام للبلاد خاصة وللعالم عامة، ويقول للجميع: ادخلوها بسلام آمنين. أيها الحفظة لكتاب الله، إن أهم المهمات وأولى ما تعمر به الأوقات الانشغال والعناية بكتاب الله عز وجل، حفظا وتعليما وتدبرا وتعلما وتعليما وعملا به.
فكتاب الله خير الكلام وأحسن الحديث وأصدق القول، وقد وصفه الله عز وجل بكونه عظيما وحكيما ومجيدا وكريما وعزيزا ومبينا ونورا وهدى. هذا هو كتاب الله، ومباركا وغير ذلك من الأوصاف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الأبناء، أيها الطلاب لكتاب الله، أيها الحفظة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأقول لأبنائي ولحفظة كتاب الله: إن حفظكم للقرآن منحة ربانية لا للجميع، هذه منحة من الله عز وجل، منحة ربانية يعطيها لمن يشاء ولمن يختار. اعلموا أيها الحفظة أن هذه المنحة الربانية إنما هي أمانة كبرى على أعناقكم، فعليكم أن تكونوا أمناء، فعليكم أن تكونوا أمناء على كتاب الله، وأن تكونوا داعمي الترجمة الفعلية للمبادئ والقيم الإسلامية السمحة، وإشعاعا للمحبة والسلام بما تحملتموه من صدوركم من نور وهداية للقرآن ليكون لكم حجة لا عليكم. لا أطول عليكم، لا أريد أن أطول عليكم هذه بالكلمة العربية لأنكم طلاب بلين كين علمان كين يا نما قرآن ربي حفظت.